الجمعة اللي فاتت من 4 أيام في هيئة الإذاعة البريطانية التلفزيون الإنجليزي عامل برنامج عن اليمن اللي هي BBC، وبعدين راحوا شتمين جمال عبد الناصر بألفاظ بذيئة. احنا كانوا زمان بيجيبوا مركب هنا يهزوا الحكومة، والنهارده ما يشتمونا نقدر نضربهم بالجزمة كمان ونشتمهم من أكبر واحد لأقل واحد. جابوا الأساطيل، حصل إيه؟ ما جابوا الأساطيل هنا بورسعيد هزموهم. هل الأساطيل نفعت معانا سنة 56 ولا بتوع المظلات صرفوا 100 مليون جنيه وطلعوا بحسرتهم، طلعوا بخيبتهم؟ النهارده ما قدامهمش الا انهم يشتمونا، والله ما بيشتمونا بنشعر ان احنا ناس مهمين. بقى كان زمان جريدة التايمز لما تتكلم كلمة يسقط رئيس وزراء المملكة المصرية. النهارده اما بيشتمونا، طب ما احنا نقدر نشتمهم. واحنا جريدنا ما تقدرش تشتم ملكة بريطانيا ولا رئيس وزراء بريطانيا؟ ممكن قوي. ما انتوا شتمتوهم هنا كتبت لهم ايه على الحيطة في بورسعيد؟ احنا فاكرين الكلام ده، بنجيب لهم الكلام اللي على الحيطة ونطلعه لهم. قلت لهم يور كينج ايه؟ ما احنا ممكن يعني اذا كان الموضوع اباحة يعني، لكن ايه، احنا بنشعر بان احنا اقوياء، بنشعر ان الدنيا اتغيرت. اما بتطلع الاذاعة البريطانية وبتقول ان جمال عبد الناصر كلب مثلا زي ما قالوا، بنقول لهم وانتوا ولاد 60 كلب. وبعدين بنقول والله ده احنا بقينا كويسين قوي. كان زمان جريدة التايمز تكتب كلمة يسقط رئيس وزراء مصر، والنهارده بورسعيد سقطت رئيس وزراء بريطانيا. الدنيا اتقلبت، الدنيا اتغيرت. وبعدين احنا ما ردناش عليهم الشتيمة في الجرايد، بس بنقول لهم ان احنا بنقدر نشتم اكبر راس عندهم وتاني راس عندهم وتالت راس عندهم ولا يهمنا.